السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وصفتنا اليوم حلويات التمر بالشوفان والجوز أو عين الجمل. وصفة سهلة وبسيطة، مكوناتها متوفرة بكل وقت وصحية. خلينا نشوف سوية مقاديرها وطريقة عملها. أول شي نشوف سوية المقادير والمكونات. أحتاج بهاي الوصفة إلى كوب من الشوفان، وكوب من التمر المنزوع أو الخالي من النوى، وكوب ونص من الجوز أو عين الجمل، وملعقة أكل طعام كبيرة مملوءة من الكاكاو الباودر، وملعقة صغيرة من الهيل، والهيل حسب الرغبة ممكن الاستغناء عنه. وبحضارة الطعام راح أنزل كوب من الشوفان وأطحنه طحن كل زين إلى أن يصبح طحين، ومن يصبح طحين أنزل عليه كوب ونص من الجوز أو عين الجمل، وأستمر بالطحن إلى أن ينطحنون سوية ويتجانسون مع بعضهم. وهذا يصير شكلهم الشوفان مع الجوز انطحنوا بشكل جيد وتجانسوا مع بعضهم، وهذا هو الشكل اللي نريده، يكون جدا ناعم. وأنزل عليهم ملعقة أكل كبيرة من الكاكاو الباودر، وأرجع أطحنهم إلى أن يتجانسون مع الكاكاو. وبعد أن يتجانس الشوفان والجوز والكاكاو مع بعضهم، أنزل عليهم كوب من التمر وأعجنهم سوية بنفس الحضارة إلى أن تتكون عندي عجينة الحلاوة. وهذه هي عجينة حلاوة التمر، أصبحت بهذا الشكل. وأضيف عليها ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، وهذا الهيل شي اختياري. وأضيف عليهم 3 ملاعق أكل من العسل، وممكن أن تستخدمون الشيرة أو القطر بدل العسل حسب الرغبة وحسب المتوفر، تنطي نفس النتيجة. وأعجنهم سوية عجن كل الزين إلى أن تتكون عندي عجينة الحلاوة النهائية وتكون جاهزة للتشكيل. وهسه راح نشكل عجينة حلاوة التمر بالشوفان والجوز. الشكل والحجم أكيد حسب الرغبة وحسب ما أنتوا تفضلون، وأني سويتها على شكل أقراص صغيرة دائرية بهاي الطريقة اللي تشوفوها، حتى تكون سهلة من أغطسها بالشوكولاتة الذايبة. شكل حلو وسهل وبسيط وما ياخذ من عندنا أي وقت. وممكن أن تستخدمون القالب بحسب المتوفر للسهولة. وأستمر بنفس الطريقة وبنفس الشكل إلى أن أكمل كل كمية العجينة اللي عندي. وبعد أن كملت تشكيلها وأصبحت جاهزة، أخليها على جنب وأخذ كمية من الشوكولاتة الغامقة أو الشوكولاتة العادية حسب المتوفر، وأنزل عليها 3 ملاعق أكل كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، وأذوبها في الحمام بخاري بالماء الساخن بالطريقة اللي تشوفوها إلى أن تذوب الشوكولاتة تماما وتصبح سائلة بهذا الشكل. وهذه هي المرحلة الأخيرة من الحلاوة. نغطس قطع حلاوة التمر بالشوفان والجوز بالشوكولاتة الذايبة. طريقة سهلة وبسيطة. أستمر بالتغطيس جميع قطع الحلاوة بالشوكولاتة، راح تنطينا طعم ونكهة ومذاق طيب، بالإضافة إلى شكلها المميز الجميل. وبعد أن أكملها أتركها بالثلاجة لمدة نصف ساعة 30 دقيقة إلى أن تجمد الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم والأكل. وهذه هي حلويات التمر بالشوفان والجوز اللذيذة. حلويات كلش سهلة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة، ومثل ما شفتوا لا تحتاج إلى طبخ
ولا تعب ولا جهد ولا حتى وقت، وممكن أن نسويها في المناسبات والأعياد وبشهر رمضان المبارك، كل الأوقات وبكل المناسبات، لذيذة بالطعم وحلوة بالشكل. أتمنى أن تكون حلويات التمر سهلة وحلوة وعجبتكم. إذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسون من اللايك ومن ردودكم الحلوة وملاحظاتكم المفيدة. ألتقيكم إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. أترككم في حفظ الرحمن.